مرحبا بكم في قناتي وأشف راسك للأخبار. ليصلك كل جديد لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة. شهد أحد المراكز الترفيهية بمنطقة طنجة البالية مالاباطا بمدينة طنجة ليلة الأحد 23 غشت 2026 حادثاً استنفر الزوار بعدما تعرضت إحدى الألعاب الدوارة المعروفة بالأرجوحة المعلقة لعطب ميكانيكي مفاجئ أثناء اشتغالها. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أدى الخلل إلى اختلال توازن مقصورة اللعبة واصطدامها قبل أن يسقط عدد من الركاب على الأرض، ما تسبب في حالة من الهلع والارتباك وسط الحاضرين. وأسفر الحادث عن إصابة عدد من المرتادين بينهم شباب بجروح متفاوتة الخطورة، مع تسجيل كسور استدعت نقل بعض المصابين على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية. وأعاد هذا الحادث إلى الواجهة النقاش حول شروط السلامة داخل فضاءات الألعاب والترفيه ومدى احترامها لمعايير الصيانة والمراقبة التقنية. كما تتعالى مطالب بفتح تحقيق لتحديد أسباب العطب والمسؤوليات والتأكد من مدى خضوع هذه التجهيزات للمراقبة الدورية، تفادياً لتكرار مثل هذه الحوادث وحماية سلامة المواطنين خصوصاً الأطفال والعائلات. يصلك كل جديد لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة.